بالك. ببساطة كده واسهل حاجة، مش هنقول حاجة يعني كتيرة، هي بصلة عليها ملح وفلفل، تبلت بيها الفراخ بعد ما اتغسلت كويس من جوه ومن بره، بين الجلد كده بحط بصل. ادي الفرخة اهي حطيتها. طماطم عايزة تبشريها تبشريها يبقى افضل كمان، بس انا عشان خاطر نسيت عادي، يلا من لا يسهو. طماطم قطعتها، هدعك بيها الفراخ كده كويس. الخلطة دي كويسة وطعمها حلو قوي، بتدي طعم زي الفراخ المشوية بالظبط. احاول ادعك الفراخ كده بالطماطم، ماشي. تعمليها جنبها شوية رز كده بشعرية، رز ابيض، حلوة وتحفة. انا هحط لها معلقة صلصة بس مش دلوقتي، بعد ما تخش في السوا. معايا ليمونة اهي، اعصر الليمونة. هدعك بردك الليمون كده كويس كله فيها كده. الناس اللي مش حابه تشوي وتدخن عشان خاطر مثلا تعبانه من الدخان او حاجه او الكلام ده، او مش قادره تشوي بره مثلا لظروف ما، فاحنا نحطها على النار، ومعلقه الصلصه هتتحط عليها بس عشان خاطر تديها لون وهي داخله للشوايه بس فقط. باي. دي صلصه، معلقتين صلصه او اي كيس صلصه عادي عندك، اي صلصه عاديه عندك يعني، اي حاجه يعني. المهم ان هي كيس صلصه عندي، حطيت عليه معلقه زيت ودهنت بيه وش الفراخ عشان ادخله شوايه. تمام. بطاطس في طاسه سودا زي الوضع اللي احنا فيه، اي سواد طلعيه عندك، طلعته في الطاسه. يلا باي. حط دي في الشوايه وهوريكم.